بيبدأ الفيلم بجو ضابط في قوات المارينز، وبيكون هو وزميله بيراقبوا مجموعة خطيرة من تجار السلاح، وبيشوف جو زعيم العصابة فياخد أمر من القيادة إنه يصفيه، وبيقدر فعلا إنه يضرب رصاصة واحدة تقتله، فتضرب العصابة النار على جو وزميله بكثافة، فيحاول جو وزميله إنهم يردوا عليهم، وبتكون عصابة السلاح معاها قنابل فترمي على جو وزميله كذا قنبلة، وبيستمر جو وزميله في مكافحة العصابة اللي بتحدف عليهم كمية كبيرة من القنابل، فيحاول جو وزميله إنهم يهربوا من المكان، وبيرجع جو للقاعدة بتاعته بعد ما مات زميله وهم بيهربوا، وبعدها بيكلم جو زوجته روبن ويقول لها إنه هيرجع البيت خلال أسبوعين، فتقول لزوجته ان في الوقت ده هيكون عندها افتتاح منتجع سياحي ملك لشخص غني اسمه دارين كونر، وانهم معزومين هناك لمده 5 ايام، فيوافق جو عشان ما يزعلهاش. وبعد كده بنشوف جو وروبن وهم في الطياره رايحين للمنتجع، ويوصل جو وروبن للمنتجع وبيستمتعوا بوقتهم على الشط، وتحاول روبن انها تخفف على جو وتخلي حالته النفسيه احسن، وبيجي دارين كونر صاحب المنتجع ويسلم عليهم، ويقول دارين لروبن ان في حاجات محتاجها تنفذها له ضروري، فتسيب روبن جو وتروح لشغلها، وبعدها بيروح جو وروبن عشان يحجزوا مستلزمات الغطس، فيتعرف جو على صاحب محل مستلزمات الغطس اللي اسمه تشارج، وبيكون ضابط سابق في المارينز، وبيروح جو روبن في رحله الغطس مع تشارج اللي بيوصلهم لجزيره جميله قريبه من المنتجع، وبيغطس جو روبن في الميه وبيقضوا وقت لطيف مع بعض، وبعدها بتروح روبن اللي بتكون منظمه حفله الافتتاح للمنتجع الجميل اللي هم فيه، وبتقدم روبن دارين كونر اللي بيبدا كلمته الافتتاحيه. في الوقت ده بيكون جو زهق من الحفله فقرر انه يتمشى شويه، فيقابل تشارج اللي بيكون مسؤول عن الالعاب الناريه اللي في الحفله، وبعد كده بيروح جو يجيب مشروب ليه ولروبن، ويبدا تشارج يستخدم الالعاب الناريه، بس فجاه بيجي صاروخ ويضرب برج الحراسه، ويبدا ناس بمراكب يطلعوا من البحر ويضربوا صاروخ تاني على الحفله ويبداوا يهجموا على الحفله، ويحاول الناس انهم يهربوا، ويشوف جو الناس اللي هجموا على المنتجع فيحاول يستخبى منهم عشان بيكون عددهم كبير جدا، وبعدها بيحاول جو انه يهاجم افراد العصابه بس بيضربوا واحد منهم ويوقعوا من مكان عالي، فيجي تشارج ويلحق جو بس بيفقد جو وعيه وبيفوق بعد ساعتين، ولما بيفوق جو بتكون الشرطه المحليه وصلت فيطمنوا تشارج ان الوضع هيبقى تحت السيطره وان روبن زوجته هتكون في امان، وبيشوف جو في الاخبار ان جماعه ارهابيه سيطرت على المنتجع واخدين 20 شخص رهينه، وبيشوف جو روبن من ضمن الرهاين اللي في المنتجع، وبعدها بيطلب جو من تشارج انه يساعده عشان ينقذ روبن، بس تشارج بيقول له ان مفيش حاجه في ايديهم يعملوها ويسيبوه يمشي. في الوقت ده بتاخد الجماعه الارهابيه الرهاين ويحتجزوهم جوه مطعم المنتجع، وبياخد الارهابيين دارين كونر ويعزلوه عن باقي الناس. في الوقت ده بتكون الشرطه بتعمل خطه للهجوم على المنتجع وتحرير الرهاين، بس بيكون قائد المجموعه محتاج لوقت عشان يعرف معلومات اكتر عن عدد الارهابيين، وبيروح جو لقائد المجموعه ويطلب ان هو يكلمه، بس بيرفض يتكلم معاه، وبيتكلم جو مع واحد من وزاره الخارجيه اسمه ميكل. في الوقت ده بيحاول دارين كونر للخاطفين مبلغ كبير عشان يسيبوه هو وباقي الرهاين، بس بيرفض زعيم العصابه انه يفرج عن دارين كونر او اي حد من الرهاين، وبيكون جو لسه مع ميكل، وبنعرف ان ميكل هو اللي هيتفاوض مع الارهابيين عشان يفرجوا عن الرهاين، وبيعرف جو من ميكل ان حكومه بلده رافضه التدخل العسكري عشان خايفين على الرهاين، وبيكون ميكل اجر مجموعه من المرتزقه المدربه عشان يقدر يحرر الرهاين في اسرع وقت ممكن، وبيكون جو عايز يدخل مع المرتزقه للمنتجع، بس بيرفض قائد المرتزقه ويهدد جو انه لو شافه جوه المنتجع هيقتله.